السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة طبخ تيفي. اليوم راح ندير معكم وصفة سهلة وسريعة، وهي حلوة الصابلي لكل المبتدئين، سريعة واقتصادية. عندنا 500 غرام زبدة بنفس الكيلو وزن الزيت، ونزيد لها كيما راكم تشوفوا 500 غرام زبدة عاود كيلت بها الزيت. عندي هنايا نفس الكيلاي كيلت بها البيض حسب الحجم، عندي 4 حبات بيض، أنا جاوني 4 حبات بيض. تقدري نتيا تشوفي إلا كان صغير يجوك 5 حبات بيض. وزدت كيلت معاهم السكر كلاصي أو السكر المطحون بودرة. خلطتهم كامل مليح الباطور، ولا تحبي تخلطيهم بيدك حتى تحصلي على خليط متجانس يشبه المايونيز. بعدها زدت لها، بعد ما كملت زدت لها وحدة فانيليا، وزدت لها 2 أكياس من الخميرة الكيميائية، لكل وحدة فيها 10 غرام. خلطتهم مليح وزدت لها الفارينة خلطتها مع الخميرة الكيميائية، بعدها خلطتهم كامل مع بعضهم مع الخليط المتجانس حتى حصلت على عجينة متجانسة تشبه طراوة الأذن. قسمتها إلى أجزاء، ودرت كل واحدة فيهم في كيس بلاستيكي. خليتها ترتاح مدة 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، وتبداي تكسلي بالوحدة وتشكلي الأشكال التالية. أنا شكلت هذه الأشكال آآ حسب القالب اللي عندك تشكلي أشكال متنوعة. أنا شكلت عدة أشكال، لكن صورت لكم هذا الشكل الوحيد اللي صورته لكم. إن شاء الله يعجبكم. كل واحد وش يحب يدير الأشكال اللي تعجبه، خاصة الأطفال يحبوا هادو الأشكال، يحبوا أشكال العصافير، يحبوا القلوب، يحبوا الأشكال المتنوعة. بعدها درتها على درجة حرارة 180. خليهاش بزاف تيبسلك، طيبيها حتى تشوفيها حمارت لك شويه، خرجيها وخليها تبرد. كي تبرد تكوني وجدتي ديالك الخليط الشوكولا واش حبيتي نتيا، المعجون واش حبيتي، وديري لها الكاكاو، نواه كوكو، عفوا نواه كوكو، وتشكليها كيما حبيتي نتيا كيما راكم تشوفوا في الشكل النهائي. كاين اللي يحب يدير لها الشوكولا، كاين اللي ما يحبش يدير لها الشوكولا. تنقصي لها في السكر لاصحاب المرضى السكري، ما تكتريلاش السكر بزاف كيما راكم تشوفوا هنايا. وجدت الطاولة ديالي اشكال جد جميلة. انا شكلت هلال، شكلت وردة، كيما تحبي نتيا شكلي. المهم يعجب الاطفال ويعجبك نتيا. واش حبيتي نتيا تشكلي، واش حبيتي نتيا بأي طريقة حبيتي نتيا، واش عندك في الدار. ليس شرط، يعني عندك المعجون ديري المعجون، عندك الشوكولا ديري الشوكولا. يعني هذه